او ضحيه انحدار اخلاقي او ضحيه موجه الافلام الهابطه التي تنقل على اهم. شاشات التلفزه المغربيه. ونددنا بالاعتقال ديالي في فوره. الان نحن نتحدث حول شباب واعي، شباب انطلق عن سبق اصرار وترصد. يمكننا أن نقول هذا انه انطلق عن سبق اصرار وترصد ضدا على القانون، وكما سرد ضدا على الامه المغربيه امام واضح. البرلمان، في تحدي سافر للدين الاسلامي، في تحدي سافر لتقاليدنا واعرافنا. وهنا احيلك سيدي على ما يقع الان في موريتانيا حول شاب وشابه يتماشون في البرلمان في فيديو كليب عادي. ونظن الان في موريتانيا نعم. اقيمت الدنيا واقعدت. ربما هنا سنتابع هذا الموضوع. آسف نظرا هنا لضيق الوقت. أود باختصار إجازة تفضل نقطة. سيد أيوب، باختصار تود. هنا لا يمكن اعتبار المغرب دولة منقسمة. المغرب من طنجة إلى القويرة، لذا أرجو من فرنسا 24 لأننا في جمعيتنا قاطعناها أها. ونريد أن نبث